عربيات هافال من وجهة نظري من العربيات اللي بتقدم تجربة قيادة وركوب محترمة جدا، ولما جربت الهافال ال H6 من سنتين تقريبا قلت وقتها انها كانت احسن عربية صيني موجودة في السوق. النهارده معايا النسخة المحسنة او الفيس ليفت بتاعت اختها الاصغر الجوليون او الجولاين ايا كان الاسم اللي انت هتقوله، ولقيت ان العربية دي برضه ما خيبتش امالي، وانها برضه بتحقق تجربة قيادة وركوب متميزة جدا، وحقيقي عربية حلوة. طب انا ليه بقول كده؟ ده اللي احنا هنشوفه النهارده ان شاء الله في الريفيو، فيلا بينا نتفرج على العربيه مع بعض. زي ما قلنا في المقدمه دي الجوليون الفيس ليفت، وتم تحديث شويه حاجات بسيطه كده في مقدمه السياره. انتوا عارفين فيس ليفت يعني ايه؟ شد الوجه بتاع العربيه بيبقى في نص دوره حياه العربيه عشان تقدر تواكب العربيات والطرازات اللي بتنزل منافسه ليها في السوق. ابرز حاجه في الفئه العاليه اللي هي زي سياره التجربه ان الشبكه بقت كلها باللون الاسود بدل الشبكه الكروم اللي كانت موجوده قبل كده، ودي من وجهه نظري احلى كتير من الكروم. كمان هنلاحظ ان الفوانيس بقى فيها شويه تعديلات بسيطه خصوصا في القسم ده. الجزء بتاع الاضاءه النهاريه برضو تعديلات بسيطه، الاكسدام شويه تعديل كده في الخطوط بتاعته، وهنلاقي الليب سبليتر اللي موجود تحت موجود بالجلاسي بلاك او البيانو بلاك. العربيه فيها كاميرات 360، فنلاحظ الكاميرا الاماميه وحساسات الركن الاماميه اللي بتبقى موجوده في الفئه الرابعه. والعربيه تقدر تقول عليها انها سمارت لوكينج، يعني عربيه شكلها فعلا لطيف. الاضاءه بتاعت الفوانيس متميزه جدا بالليل. نظام الكاميرات ال 360 اللي موجود فيها مميز جدا وبيحرج عربيات اغلى منها وفئات اكبر منها بكتير. كمان اللون بتاع سياره التجربه يعتبر من الالوان المميزه، ولو عايز تحمي اللون ده او عايز تحمي دهان عربيتك عموما فانا برشح دايما كاربروجيني، شركه احنا متابعين شغلهم في مجال افلام الحمايه بقالنا فتره كبيره وعملنا تعاونات كتير مع بعض، وبصراحه ناس انا اضمنهم بشده. فلو عايز تعمل اي حاجه متعلقه بافلام الحمايه شوف اللينك اللي انا هحطه لحضرتك هنا في الاي الصفحه بتاعتهم، وتقدر تتواصل معهم وتشوف الاماكن بتاعتهم بنفسك، وهتلاقيهم موجودين جنبك في اي حته لان هم موجودين في التجمع وفي زايد وفي المنصوره، وكمان فاتحين فرع في الرياض. الشكل المتناسق بتاع العربيه ده هنلاحظ ان هو مستمر معانا برده في الجنب، الحته بتاعت دخله الفانوس مع الرفرف، الخطوط العاليه بتاعت الكبوت اللي بتدي حضور وهبه للعربيه. الداير اللي موجود هنا متناسق مع الجنط اللونين اللي بينزل في سياره التجربه، بينزل بمقاس 18 في الفئه الرابعه والفئه الثالثه، الفئتين الاولى والثانيه بينزلوا بجنط 17. لو عايز تعرف اسعار الاربع فئات ادخل على اللينك ده بتاع موقع، هتلاقي اسعار الاربع فئات وهتلاقي سعر السوق بتاع العربيه. ولو عايز تعرفه مننا فكمل معانا الفيديو الاخر اللي هنقوله في التقييم النهائي للعربيه ان شاء الله. كمان هنلاحظ وجود حساسات ركن في الاجناب هنا لان العربيه فيها اوتو بارك بتركن لوحدها تماما. المرايات بتاعه العربيه لونها اسود، حجمها مميز جدا، فيها برضو تحذير نقاط عمياء، وفيها اشارات LED، وفيها كاميرا تبع الكاميرات ال 360 في تناسق مع اللون الاحمر والكروم اللي حوالين اطار النوافذ والبلاستيك الاسود اللي موجود تحت، والباب مغطي لحد اسفل العتب مع الروف راكس السوداء والسقف البانوراما، كلها مديه للعربيه شكل لطيف جدا. درجه برضو الغمقان بتاعه الزجاج الملون الخلفي حلوه. العربيه بتيجي بدخول بصمه، ولكن الغريب ان البصمه في باب السواق بس، مش موجود حتى بصمه في باب الراكب الامامي، دي حاجه انا اول مره اشوفها. وبيوصل لحد هنا مع السبويلر اللي في الشنطه والفوانيس ال LED برضو بيكمل الشكل المتناسق للسياره. ظهر العربيه هنلاحظ ان اتغير فيه تصميم الاكسدام الخلفي، شويه تعديلات بسيطه. اتشالت كلمه هافال اللي كانت مكتوبه هنا وبقى موجود مكانها GWM اللي هي جريت وول موتورز اللي هي الشركه الام الصانعه للهافال. كلمه جوليون او جولاين مكتوبه هنا. حساسات الركن الخلفيه والكاميرا والمساحه والسبويلر اللي موجود فيه لمبه الستوب الكبيره، شكلها لطيف جدا برضو. والعربيه الشنطه بتاعتها مساحتها الاجماليه 337 لتر، وممكن توصل ل 1113 لو نزلت الكنبه اللي ورا اللي بتنزل بمقدار التلت والتلتين. ممكن برضو لما تشيل الرف ده الشنطه تبقى اوسع معاك. موجود تحت الشنطه ستبن من اللي هم الموفرين للمساحه، في مساحات تخزين محدوده في الاجناب بتاعه الشنطه، وبرده موجود جنب الستبن مساحه تخزين بسيطه جدا. الابواب الاماميه الخامات بتاعتها معقوله جدا، رغم ان المفروض ان ده بلاستيك مش سوفت تاتش، ولكن هو مش وحش، هو واخد شكل جلد فيك معاه برده تطريز فيك. وهنا برده موجود كده واخد شكل المعدن باترن كده شويه شبه الكربون فايبر، وده واخد شكل الكروم. كله على بعضه شكله كويس، وكله على بعضه الملمس بتاعه كويس. الحته اللي موجوده هنا واللي بتسند عليها كوعك متبطنين تبطين جيد جدا ومريحين. جيوب التخزين اللي موجوده في العربيه تعتبر عمليه. النظام الصوتي اللي موجود فيها كويس، هو بيجي هنا 6 سماعات، الفئه الاولى بتنزل 4 سماعات فقط، والعربيه بتنزل من غير امبيانت لايت او من غير اضاءه محيطه. خامات الابواب الخلفيه زي الاماميه بالظبط، مكان التخزين اللي فيه اقل من الباب اللي قدام، وزاويه فتح الباب تعتبر معقوله، ممكن تكون مثلا 70 او 75، فتقدر ان انت تدخل كرسي اطفال وتثبته في نقاط تثبيت الايزوفيكس اللي موجوده فيها. الكراسي الاماميه
الاماميه التصميم بتاعها لطيف جدا، التنجيد بتاعها يعتبر مريح جدا، الاجناب بتمسكك في الملفات، كرسي السواق بيجي في الفئه اللي معانا كهرباء بدون ميموري، والكرسيين الاماميين فيهم تدفئه. التابلو بتاع العربيه شكله حلو، واخد كده كام باترن كده معينين، الحته اللي موجوده هنا والحتتين اللي في الاجناب. كمان الخامه اللي مستخدمه فوق شبه الخامه اللي مستخدمه في اعلى الابواب، تعتبر الملمس بتاعها لطيف وان كانت ما هياش سوفت تاتش قوي. السوفت تاتش موجود هنا في الجزء اللي فيه الزراير اللي هنا تحت الشاشه. والعربيه بتنزل بدركسيون مالتي فانكشن، الجزء اليمين فيه للتحكم في مثبت السرعه التفاعلي اللي موجود في سياره التجربه، والجزء الشمال للتحكم في التليفون والميديا. الدركسيون الحجم بتاعه كبير شويه، تقريبا هو نفسه اللي كان موجود في الهافال الاتش 6، ولكن هو مصنوع من الجلد، وفيه تطريز كده بلون ابيض مديله شكل لطيف. وكمان موجود فيه بادل شيفترز عشان خاطر لو حبيت تنقل مانيوال هنا. ورا الدركسيون هنلاقي لوحه العدادات اللي بتيجي موجوده بمقاس 7 بوصه، هي ديجيتال. الفئه الاولى بتنزل بمقاس 3.5 بوصه. موجود فيها المعلومات الاساسيه وكمبيوتر الرحلات، وبتطلع لك برضو ضغط الهواء في الاطارات ودرجه حراره كل اطار. وموجود فيها منيو كبيره للظبط بتاع العربيه. ولو بصينا على الشاشه الرئيسيه بتاعه النظام المعلوماتي والترفيهي اللي موجود في الجوليان الفيس ليفت، هنلاقي ان سياره التجربه مزوده بشاشه 12.3 بوصه. الثلاث فئات الاولانيين بيجوا بشاشه 10 وربع. الشاشه النقاء بتاعها جيد جدا، بتوفر لك تواصل كويس جدا، بتشغل الاندرويد اوتو والابل كار بلاي عن طريق الكابل. وفيها بقى سيتنجز بالهبل، خصوصا في الجزئيه بتاعه مواصفات السلام والامان اللي موجوده في العربيه. وفيها كل حاجه انت ممكن تعمل لها كاستمايزيشن، من اول الشكل العام للشاشه لحد كل حاجه في العربيه حرفيا. ولكن هي مش صعبه، ويعتبر نظام من الانظمه المحترمه جدا، وعجبني انا بصراحه شخصيا. ويومين ثلاثه وكنت خلاص عرفت كل حاجه فيه. وخصوصا ان الاستجابه بتاعه الشاشه تعتبر كويسه جدا، مفيش لاج، مفيش تاخير، مفيش الكلام ده كله. هنلاحظ ان تحت الشاشه بقى موجود زراير حقيقيه، اعتقد ان تم تعديلها شويه عن اللي قبل الفيس ليفت. هنا بقى الزرار تقدر تدوس عليه بمنتهى السهوله، بتشغل عن طريقه التكييف وتشغل اعاده التدوير، وموضوع ان هو يشيلك البخار من على الزجاج الامامي والخلفي. كمان تشغيل الكاميرات ال 360 وتشغيل نظام الاوتو بارك. وهنا عشان تقفل الشاشه بتاعه النظام. تحتها هنلاقي فتحات التكييف بتاع العربيه يعتبر جيد جدا، ولكن لما بتشغله على الاوتو بيشتغل على الدرجه ال7 بيبقى صوت الهواء مزعج للغايه. برضو توزيع الهواء من الفتحات اللي تحت دي انا بالنسبه لي ما بعتبروش احسن حاجه، دايما بحب ان تبقى فتحه التكييف موجوده فوق. ولكن اجمالا كاداء هو يعتبر كويس، وهو هنا ثنائي المناطق. بعدين هنلاقي كونسول وسطي يعتبر محترم وعملي جدا. موجود هنا الشاحن اللاسلكي، موجود هنا مساحات تخزين ممكن تاخد فيها موبايل كبير، موجود هنا مكان يتحط فيه الكروت، مكان هنا يتحط فيه العملات والمفتاح، فرامل اليد والاوتو هولد. وهنا حاملات الاكواب، موجود واحد فيهم واسع شويه، وفي اماكن لتثبيت الكوبايه بتاعتك، واحد عشان خاطر الحاجات الرفيعه. وهنلاحظ انك بتتحكم في الفتيس ببكره كده روتري عشان خاطر تدي لك برضو مظهر يعني فخم شويه، وبتدي لك شبه كده من عربيات جاكوار ولاند روفر. وبتعمل تكه لطيفه كده لما بتيجي تنقل من الار للان للدي، ولكن انت ممكن تدوس دوسه زياده شويه فتخليها مانيوال بدل ما بتخليها على الدرايف العادي. فاحيانا لازم تخلي بالك لحد ما ايدك تاخد عليها يعني. وبما ان نقل الحركه في العربيه شيفت باي واير، فكان عندهم الامكانيه ان هم يستغلوا اسفل الكونسول ان هم يحطوا مساحه تخزين برضو محترمه، موجود فيها 2 يو اس بي تايب اي ومنفذ ال 12 فولت. مساحه التخزين دي بتكمل بمساحه التخزين اللي موجوده في المسند الوسطي هنا، متبطنه من تحت، تعتبر العمق بتاعها حلو. وكمان التابلو بتاع العربيه يعتبر العمق بتاعه كويس وان كان غير مبطن وغير مضاء. القسم الخلفي من المقصوره المساحات فيه مميزه جدا، والراحه برده مميزه. التنجيد بتاعت الكنب بتاع العربيه دي حلوه قوي. والعربيه برده خلوا بالكم هي سب كومباكت يعني دون المدمجه. الكرسي متظبط على وضعيه قيادتي، وشوفوا فيه مساحه ركب قد ايه، مساحه اقدام مريحه جدا، ممكن تمد رجلك تحت الكرسي اللي قدامك. مساحه الرؤوس برده كويسه جدا عشان التجويف اللي هم عاملينه هنا مع وجود السقف البانوراما، فلو انت لحد 185 او اكتر ممكن تبقى قاعد ورا مرتاح. الكنبه التقسيمه بتاعتها حلوه، حاطط لك مخدع هنا مريح برضو التبطين بتاعه، وفي 2 حاملات اكواب باماكن لتثبيت الكوبايات، في جيوب تخزين في ظهر المقاعد الاماميه، في فتحتين تكييف للناس اللي قاعده ورا، 2 منفذ يو اس بي اي، وكمان مساحه تخزين موجوده تحت. وحتى لو قعدت في المقعد الوسطي بتاع العربيه فانت برضو قاعد مرتاح. المكان اللي بتقعد عليه المساحه بتاعته كويسه، الظهر تبطينه جيد، مساحه الرؤوس برضو اللي قاعدين في النص كويسه. ارضيه العربيه مسطحه
بالكامل. فالقعده ورا في العربيه دي ممتازه، الاتنين بالغين وحد قليل يكون قاعد بينهم في النص، وهي تعتبر الافضل في كل السب كومباكت اللي انا جربتهم مؤخرا. مساحات الرؤيه في الهافال الجوليون او الجولاين تعتبر كويسه جدا، حتى الازاز اللي ورا رغم ان حجمه يبان اصغر شويه ولكن برضه بيوفر رؤيه مميزه. كاميرات ال 360 اللي في الفئه الرابعه اللي معانا برضه بتساعدك جدا جدا في الركنه وفي الدخول في الاماكن المزدحمه، لانها بتشتغل بنظام اللي هو يمنعك من الاصطدام او انك تحك العربيه في عربيه جنبك، فبرضه مفيده قوي. خط الكبوت عالي فانت شايف مقدمه العربيه. وضعيه الجلوس في العربيه، الكراسي بتوفر راحه كبيره، بتوفر تماسك جيد جدا من الاجناب، وكمان عندك الميزه ان انت تقعد في وضعيه منخفضه لو انت حابب، على عكس عربيات صيني وعربيات كتير جربناها مؤخرا. كمان المرايات بتاعت العربيه كبيره، بتوفر رؤيه جيده جدا للاجناب وللخلف، وفيها تحذير النقاط العمياء، فانت بصراحه مالكش اي حجه. ولكن في حته كبيره بس في الاي بيلر او القايم الامامي، لو انت داخل صينيه او داخل ملف في كذا تقاطع لازم تخلي بالك، لان هو ساعات بيشكل نقطه عمياء. العربيه بتيجي بموتور تيربو 4 سلندر 1500، 148 حصان على 5600 دوره في الدقيقه، وعزم دوران 220 نيوتن متر من 2000 دوره في الدقيقه. والمنظومه دي متصله بعلبه تروس ثنائي القابض او دول كلاتش ويت، يعني مبرد بالزيت، من 7 سرعات. مفيش ارقام اداء او تسارع معلنه للعربيه، فتعالوا يلا لما نجرب دلوقتي ونعمل تجربه الاداء نشوف العربيه هتعمل ايه. تعالوا نشوف التسارع والاداء بتاع العربيه عامل ازاي. هي بتنزل فيها 4 انماط قياده، بتجيبهم ان انت تجيب الشاشه كده من الجنب او عن طريق المنيو. نورمال وايكونومي اللي هو الاقتصادي، وسبورت اللي هو الرياضي، وفي نمط مكتوب عليه سنو او التلج او هو للاراضي الزلقه. خلينا هنجيبها على السبورت. بتقوم عامله لك انتظار كده انك جبت على السبورت. نفصل التراكشن ونطفي التكييف، نديها شويه بوست. فركت جامد اهي. لطيف التسارع بتاعها مش وحش. مره قبل كده حاولت اعمل تسارع والتراكشن كنترول اتدخل لما لقى العربيه بتعمل فرق كتير، فقلل من التسارع بتاعها، يعني اتبجد كده، وقفت كده بعد ما كانت جابت مثلا ال60 او ال70. اظن مستوى تسارع محترم جدا جدا. تعالوا نشوف الفرامل في الملف، ممتازه جدا 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 العربيه، ولا راحت ولا يمين ولا شمال. وفعلا حسيت بالاي بي دي او التوزيع بتاع قوه الكبح على العجلات الاربعه كان كويس مع الملف ده. التوجيه بتاع العربيه لطيف جدا. نظام التوجيه فيها هو طبعا الكتروني كهرباء يعني، فبيدي لك تقل مصطنع كده، ولكن الاستجابه بتاعته لطيفه، مفيش فيه اي حته زياده ان انت مثلا تلف الطاره وتكون لسه ما انتش حاسس الكاوتش اللي قدام راح معاك يمين او شمال. تعالوا نشوف العربيه في المنحنيات النازله بتاعتنا ونشوف هتبقى عامله سرعه قد ايه. نجرب الاول كده على 80 85. احنا لسه على النمط الرياضي، فهو بيزود من دورات الموتور، يعني بيخلي العزم حاضر اكتر من انك تبقى ماشي على النمط العادي او الاقتصادي. في ميل جسم في العربية ولكن معقول. التماسك بتاعها كويس جدا سواء المحور الامامي او المحور الخلفي. انا مش حاسس باي قلق. 95 اهو كمان بنزود، فبصراحة ممتازة. قصة ميل الجسم بس لان العربية تعليقها هنتكلم عليه دلوقتي، هو بيوفر برضو راحة مميزة جدا. وزنة التعليق تقدر تقول ان هو رايح 60% راحة 40% رياضية، ولكن حلو مش مضايقة خالص. العربية بتيجي بتعليق امامي قوائم ماكفيرسون، والتعليق الخلفي بتاعها تورشن بار او محور ثابت. ورغم كده المحور الخلفي بتاع العربية ما بيفقدش التماسك، يعني في ظروف قيادة كتير جدا عربيات تانية تورشن بار بتحس ان ظهرها بيعمل اللي هو الويجلنج ده. حتى لو انت بتلف بالعربية على كوبري مثلا وفي فواصل، تلاقي المحور الخلفي بتاع العربية ثابت الى حد كبير. ننزل بيها نزلة كمان. لا هي بتديك ثقة، يعني تماسك المحور الامامي فيها بيديلك ثقة ان انت تزود السرعة، خصوصا لو انت فاهم. يعني انا ما خرجتش اهو بحاول اخلي العربية تاندر ستير، بالعافية سمعت صوت الكاوتش يعني بعد ما دوست دوسة زيادة واحنا في منزل. طبعا مع قوة الوزن وتوزيع الاوزان بتاعة العربية في الملفات، حاجات الفيزيائية الطبيعية، العربية بصراحة متميزة جدا وعجباني. الكاوتش اللي موجود فيها كومو، ما هواش برضو كاوتش رياضي، يعني مش ميشلين بايلوت سبورت مثلا. في طب اهو انا لسه متفاجئ بيه،
وبرضه رغم كده العربيه ما عملتش حاجه زي ما شفت، واتعاملت معاه كويس جدا. العفشه بتاعت العربيه قادره انها تتعامل مع 90% او اكتر من عيوب الطريق من غير ما تحسسك بيها. المطبات اللي هي بتاعت السرعه الصغيره ممكن تدوس عليها عادي جدا. المطبات اللي قبل عين القط وعين القط نفسها ما بتحسش باي ازعاج زايد في البدن بتاع العربيه. فبصراحه اجمالا العربيه عجباني جدا في الحته بتاعتها، وبتقدم تجربه قياده متزنه وحلوه جدا. انا رجعت العربيه دلوقتي على الوضع العادي النورمال، ومشغل التكييف، واشوف مثلا الارتقاء بتاعها من سرعه 90 عامل ازاي. الكيك داون بتاع العربيه يعتبر كويس. اللاج ما هواش باين قوي. الفتيس الدي سي تي معقول، ما هواش اسرع دول كلاتش ممكن تتعامل معاه. واحيانا برضو على السرعات القليله بتبقى على مطب صناعي، وبترجع مثلا تزود سرعه تحس ان هو طب انزل تاني ولا انزل على الاولاني، بيبقى جيركي شويه. ولكن دي اشياء معتاده من علب التروس اللي هي الدول كلاتش. بس التسارع بتاعه كويس جدا. تعالوا نشوف، ادي واحده تانية اهو نزل رابع. خلينا نشوف بقى اداء العربيه في مطب الهواء بتاعنا اللي هنا اللي بنجرب فيه، ونشوف هتوصل معانا لسرعه قد ايه. تماسك بصراحه حلو، والاتزان بتاع نظام التعليق بتاعها عاجبني جدا. العربية ممكن توصل اكتر من كده، وممكن توصل لل 200، بس انا بصراحة ما جربتش ومش ناوي ازود اكتر من كده. تجربة قيادة اجمالا مميزة جدا، وتعتبر من احسن العربيات الصيني اللي انا جربتها في السيجمنت ده من حيث الدرايفنج اكسبيرينس او الدرايفنج كواليتي. العزل الصوتي بتاع العربيه يعتبر برضو جيد او متوسط، ما يعتبرش سيء في الظروف اللي هي بتاعت القياده اللي حضراتكم شفتوها. المايك برضو ما بينقلش صوره كامله لان بيبقى فيه منع للضوضاء، ولكن العزل بتاع العربيه يعتبر من متوسط الى جيد حسب جوه المدينه او بره المدينه. ما بيوصلكش ضوضاء من الاطارات كتير خالص. صوت الهواء بس اللي انت ممكن بتسمعه على السرعات اللي هي 100 110 120، وده شيء طبيعي في عربيه عاليه بالمنظر ده. وفي شويه اصوات بسيطه قوي بسمعها في الازاز لما بيبقى الدنيا هاديه خالص. بتسمع كده زي صوت مطاط كده بيحك في حاجه. نفسي اعرف هو جاي منين، هل جاي من المرايه ولا جاي الازاز والفرش بتاع الباب؟ ما عرفتلوش بصراحه، ولكن هو برده ما بيشكلش الازعاج الجامد يعني. استهلاك البنزين في العربيه يعتبر معقول، ما يعتبرش مميز ولا يعتبر وحش قوي. عارفين ان الصيني كله فيه مشكله في استهلاك البنزين. العربيه المعدل الطبيعي اللي عملته معايا مع سواقتي بسرعه وعلى طرق سريعه وعلى طرق بطيئه وداخل الزحام في القاهره عملت من 9 ل 9.5، ولما بتجري بتوصل ل 10، ولما بتزود في الجري جدا بقى العربيه ممكن توصل معاك ل 11.5 و12. واكيد لو مشيت بيها طريق سفر طويل على سرعه زي 90 ممكن تعمل معاك 8 لتر لكل 100 كيلو متر. فعشان كده بقول لك الاستهلاك يعتبر متوسط. طيب نيجي لأهم ميزة بقى في العربية من وجهة نظري، وهي مواصفات الأمان اللي موجودة فيها. مبدئيا هم الأربع فئات بينزلوا بمواصفات أمان قياسية تعتبر محترمة جدا، باستثناء إن الفئة الأولى بتنزل باتنين اير باجز بس، ودي نقطة الضعف اللي فيها. ولكن تعالوا نشوف مع بعض الاربع فئات بينزل فيهم ايه. اولا ABS اللي هو منع انغلاق المكابح، وبعدين توزيع الكتروني لقوة الكبح على العجلات الاربعة EBD، فيها نظام الثبات الالكتروني ESP، فيها معزز للفرامل او بريك اسيست، فيها تراكشن كنترول، وفيها نظامين للمساعده سواء في طلوع المنحدرات او في نزول المنحدرات، فيها رول ستابيليتي كنترول، ونظام مراقبه ضغط الهواء في الاطارات، وفيها اموبلايزر او مانع للحركه، فيها انذار ضد السرقه، وفيها الاوتو هولد، وفيها نظام التحذير من الاصطدام، وكمان كراسي الاطفال الايزوفيكس. الفئه الثالثه بتزيد على الكلام ده كله كاميرات 360. الفئه الرابعه بقى ورقه وقلم واكتبي معانا يا ست الكل، لان انا كان لازم اكتبهم لان مستحيل افتكر هذا الكم من مواصفات السلامه اللي موجوده في العربيه. اوتو بارك، مرايه تعتيم ذاتي، مساعد في الازدحام المروري، نظام التحذير من الاصطدام الامامي، فرامل تلقائيه في حاله طوارئ. انا طبعا مترجمه كله بالعربي عشان الناس اللي بتقفش لما بنقول حاجه بالانجليزي. نظام البقاء في الحاره المروريه، وكمان نظام ان يخليك في نص الحاره المروريه، التحذير من الخروج من الحاره المروريه، نظام ذكي لتفادي الاصطدام الجانبي، يعني انت مش شايف ودخلت رميت على العربيه جنبك هي بترجعك تاني وبتحذرك. طبعا نظام التحذير من النقاط العمياء، مساعد لتغيير الحاره، بتدي الاشاره هي بتقوم ساعده معاك، يعني
الدركسيون الستيرنج بيخش معاك، تحذير من الاصطدام الخلفي، يعني لو انت ماشي وحد قرب منك جامد هي بتنبهك لو حد هيخبطك من ورا لا قدر الله. كمان نظام تاني لو انت راكن في باركنج من اللي هم بتبقى راكن عمودي بوش العربيه وطالع بظهرها وما انتش شايف العربيات اللي جايه، هي برضو بتحذرك وبتوقف العربيه. نظام مراقبه مستوى وعي السائق، نور عالي تلقائي حسب الطريق، انماط قياده وتوجيه، حساسات ركن اماميه، مثبت سرعه تفاعلي، وفيها نظام للتعرف على اللي هي علامات السرعه بتاعه الطريق، مش الترافيك ساين كلها لا، لكن علامات السرعه. فبصراحه هافال في الحته دي والله ما قصروا، يعني مدين لك كل حاجه تخليك تبقى مجرد انك بس امشي دوس بنزين وفرامل وركز بس في طريقك، وهي العربيه هتساعدك في حاجات كتير جدا. طيب تقديرنا ايه للعربيه دي؟ العربيه بتيجي باربع فئات، بتبدا من 1,200,000 لحد 1,430,000 زي سياره التجربه في يوم تصوير الفيديو ده. العربيه بصراحه حلوه، يعني انا بصراحه مش هقول الفاظ معقده ولا مكلكعه، العربيه عربيه حلوه، عربيه لطيفه، عربيه ما تضايقكش، عربيه ما تمسكش عليها حاجه تخليك تقول لا انا مش هجيب العربيه دي عشان كذا، لا العربيه فعلا معلمه على كل البوكسز، الحاجات اللي اي حد عايز عربيه من هذه الفئه الحجميه لاسرته لنفسه لبنته لمراته هيلاقي ان العربيه دي تسد معاه وزياده فيها. عربيه بتوفر مستوى راحه جيد جدا، بتوفر مساحات داخليه ممتازه على الفئه الحجميه بتاعتها، اداء جيد جدا، تكييف وكماليات جيده جدا، مواصفات سلامه وامان ايجابيه وسلبيه هايله وملهاش مثيل في الفئه دي بصراحه. توكيل قوي بمراكز خدمه منتشره في جميع انحاء الجمهوريه، وزي ما بقول ما لقيتلهاش نقاط ضعف بصراحه هحط عليها ايدي واقول انها تبقى ديل بريكر او تخليك ما تشتريش العربيه دي. يمكن العزل متوسط شويه، استهلاك البنزين يعتبر متوسط، ولكن برضو احسن من كل الصين اللي معاها في نفس الفئه. حته الاعتماديه، العربيه متجربه بقالها سنتين، مفيش حد اشتكى منها من الناس اللي كانوا راكبينها، ولو كان في شويه حاجات في اللي قبل الفيس ليفت ناس اشتكت منها زي ان كرسي ناشف، زي ان زراير ما هياش استخدامها سهل، تم مراعاة الكلام ده كله في التحديث اللي حصل للعربية. يعني يمكن تكون مش عربية عفرطة زي الجيل الكول راي مثلا، بس هو كيرز اللي عايز عربية في الفئة دي، لو عايز عربية للعيلة او حد بقى يعني عايز عربية عاقلة كده وراسية وحلوة، العربية بتوفر لك مستوى هدوء حلو، عربية كروزر لطيفة لو انت ماشي على طريق سفر تمشي 100 120 140 ما انتش حاسس بأي حاجة ولا حاسس ان العربية بتروح منك كده ولا كده. فبصراحة باكج محترمه جدا جدا، فاقت توقعاتي وخلتني اتاكد ان هافال من الماركات المحترمه بجد. نقطه بس نسيت اضيفها في موضوع مواصفات السلامه والامان، ان العربيه ما دخلتش يورو ان كاب ولا الاختبارات الامريكيه، ولكن دخلت الاستراليان ان كاب اللي هي بتاعت استراليا الشبيهه باليورو ان كاب، واخده 5 نجوم ومؤديه اداء متميز جدا في التقييمات بتاعت استراليا. كمان هافال شركه منتشره في اسواق زي روسيا واستراليا وفي كذا سوق تاني عالمي، وده اللي يخليني اختم الريفيو ان انا اقول انها عربيه فعلا بتقدم تجربه مميزه وحلوه بجد. وفي الختام اتمنى ان انا اكون غطيت كل حاجه متعلقه بالهافال الجوليون او الجولاين عشان الناس اللي بتقولها كده، ولو في حاجه نسينا نقولها اكتبوها لي في التعليقات وانا هرد عليكم ان شاء الله. كمان ما تنساش تتابع كل الاخبار على الموقع بتاعنا، هكتبه لحضراتكم هنا على الشاشه. اعمل لنا فولو على السوشيال ميديا بتاعتنا، ده الهاندل بتاعنا في كل السوشيال ميديا بلاتفورمز. اشوفكم فيديو جديد قريب ان شاء الله.